السلام عليكم. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. لا يا معلم، ده كان زمان. دلوقتي اختلاف الرأي ممكن يوصل للقتل عادي جدا. احنا ما بقيناش دلوقتي عارفين نتكلم مع بعض كلمتين في اي موضوع بنتناقش فيه، في اي حاجة، ان شاء الله حتى البامية احلى ولا المسقعة، الا لازم تقلب بخناقة. لا يا عم، هي البامية احلى، عاجبك ولا مش عاجبك؟ في الحقيقة احنا ما بقيناش عندنا ادنى درجة من درجات الحوار البناء او مناقشة عادية لمجرد النقاش، يعني نفهم دماغ بعض، كل واحد عنده فكرة معينة نناقشها سوا ونعرض جوانبها مع بعض وكل واحد يقول رأيه. لا، اغلب الحوارات دلوقتي بقت حلقات من الجدال اللي بتنتهي دايما بالتسفيه من اللي قدامي في شخصه او في رأيه. الآية الكريمة بتقول: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير. يعني دي آية من آيات ربنا في الكون إن إحنا نكون مختلفين. التنوع والاختلاف بيعمل ازدهار وتقدم للأمم ولدماغك كمان على فكرة. لكن لما كلنا نكون نفس الرأي ونفس الفكر هيجي منين التطور؟ لما نتناقش في موضوع وكلنا رأي بعض وكلنا بنبص للحاجة من نفس الزاوية. شيء ممل جدا وبيضيع عليك إنك توسع إدراكك في الفهم وإنك تتعلم تبص على الحاجة من كذا زاوية. ده يا صاحبي العيلة الواحدة دلوقتي كل واحد فيهم رأي وفكر ودماغ مختلفة تماما عن دماغ التاني، وانت لسه ما بتقبلش رأي غيرك. انت شخص دلوقتي مثلا بتشجع فكرة او اتجاه معين زي فريق معين في الكورة. الفريق ده انت بتشجعه عشان هو ليه تاريخ او لعبه كويس او ايا كان السبب اللي بيدفعك لتشجيع الفريق ده. ايه علاقة بقى تشجيع فريق باننا نشتم بعض او نضرب بعض او نقطع علاقتنا ببعض خالص عشان خاطر انت بتشجع الفريق الفلاني، او مثلا نفضل نتريق على بعض عشان فريق سين خسر قدام فريق صاد؟ ايه علاقة ده بالتشجيع؟ مش عارف. ما كل واحد يشجع اللي شايف من وجهة نظره ان الفريق الافضل، لكن اشتمه بالاب والام وهزقه لمجرد انه عكس في التفكير والاختيار؟ اني منطق في الدنيا يقول كده؟ والملاحظ دايما في النقاشات المختلفة ان الشخص اللي بيجادل يعني طول الوقت فيه هجوم من غير ما يسمع وجهة نظر اللي قدامه، طول الوقت عمال يسفف اللي قدامه من غير ما يجرب يسمع ويناقش ويقول ادلته على الرأي اللي بيتبناه. هو اكتر واحد في القعدة يعتبر معلوماته قليلة وتايه عنه تفاصيل كتير، لان الانسان اللي عنده فكر وثقافة ومعلومات بيقبل دايما النقاش، دايما عايز يوسع من رؤيته، عايز يسمع آراء جديدة ووجهات نظر جديدة، وفي نفس الوقت بيعرض فكرته ويناقشها بشكل حضاري جدا. لازم نكون وسط في كل حاجة، يعني حبك لأي شيء ما ينفعش يخليك تقفل دماغك عن إنك تسمع أي فكر جديد أو رأي مختلف عن رأيك. مش يمكن تطلع فكرتك غلط وفكرة اللي قدامك صح؟ وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. في ناس كتيرة في النقاشات بتهجم على اللي قدامها وتتخانق معاك عشان مجرد انها خايفة تطلع غلط او انها جاهلة ومش في مستوى الشخص اللي بيتناقش بشكل موضوعي، فبيتهجم على اللي قدامه عشان ما يظهرش انه كان غلطان. وللأسف لو انت بتفكر كده تخليك عارف ان تفكيرك ده هيخليك طول الوقت ماشي في الطريق الغلط، وعمرك ما هتكون احسن لانك رافض تسمع اي صوت غير صوتك انت. لازم تقبل اختلاف غيرك، انت مش انا وانا مش انت. الاختلاف مش بس في الاشكال والالوان والاعراض، الاختلاف الاهم بيكون في الافكار والثقافات. تقبلك انك تسمع رأي غيرك هيفتح لك دنيا تانية انت ما تعرفش عنها حاجة. اتعلم تسمع اكتر ما تتكلم. وجود حد مختلف عنك مش بينقص منك، بالعكس الاختلاف في الآراء والنقاش فيها بشكل هادي وموضوعي بيخلينا نكتشف نظريات جديدة في الدنيا وبينقل ما بيننا الخبرات المفيدة. ما تقفلش على دماغك واسمع للي قدامك وناقش وجهة نظرك ودافع عنها بالمنطق مش بالشتيمة، وسواء طلعت فكرتك صح أو غلط فأنت الكسبان في كل الأحوال. السلام عليكم.